بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل فيديو جديد. هنعمل برضو في حاجة احنا شفناها قبل كده، بس في حاجة برضو جديدة. دلوقتي هنبتدي من ان انا نزلت السوق طبعا، فجبت الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. جبت بدنجان ده عشان خاطر اعمله بدنجان مخلل، وجبت شوية الفلفل دول تشكيلة كده كوبي على طويل، وجبت فاصوليا عشان انا بحبها جدا. فجبت يعني كمية صغيرة على اساس ان انا اعملها جنب البزلة، لان هم كلهم بيحبوا البزلة. وجبت البزلة الحلوة دي، طلعت حلوة قوي عادي يعني. مش عارفة، هو البزلة بصراحة حاجات مش اوانها بس بتطلع حلوة، مش عارفة ازاي. فالقلقاس والحاجات ديت انا شفتها مش اوانها، بس في ناس استخدمتها وطلعت حلوة، مش عارفة يعني صراحة. قلت اعمل لكم بقى جنب المشتروات الحلوة دي اللي شفناها. هعمل لكم الكوكيز. انا عملت الكوكيز ده، عملته فعلا، وبعدين اكتشفت ان انا ما صورتهولكش، وهو حاجه جديد صورتهولوش يعني، هو جديد. فقلت ان انا اعمل كميه صغيره تاني كده عشان اصورها لكم بس، واحطها بقى على الكميه اللي انا عملتها قبل كده، ونعملها على طول كلها نخبزها. انا بعمل الكوكيز، هقول لكم المقادير بتاعته. انا عملت في ده نص الكميه. انا بعمل 430 جرام دقيق، بعمل 250 جرام زبدة، بعمل 150 جرام سكر أبيض عادي، وبحط 3 معالق عسل أسود. بحط على الدقيق طبعا ربع معلقة بيكربوناتو، ونص معلقة بيكنج باودر، أو ممكن ربع كمان. وطبعا نحط بيضتين وفانيليا. انا بحط بصراحة دايما فانيليا كتير، يعني احط 2 3 عشان بحب ريحة الفانيليا. وطبعا بناخد اللي هي الزبدة والسكر والبيض، نضربهم مع بعض، يعني اللي هي الحاجات السايلة، نضربه كويس جدا جدا بالمضرب. ونحطهم بعد كده عليهم اللي هو الدقيق بالحاجات الجافة اللي عليه. نسيت اقول لكم في ذرة ملح على الدقيق. ونقلبهم كويس. وبعدين بنجيب شوكولات شيبس. بنحط تقريبا يعني كوباية كبيرة، بس دي برضو متروكة ليكي يعني. دي ممكن تحطي أكتر، ممكن تحطي أقل، ممكن تحطي حبة جوه العجينة، وحبة تغرزيهم كده بعد ما تعملي الدايرة بتاعت الكوكيز نفسه قبل ما تحطيها في الفرن. انا حطيت هنا كوبايه كبيره شوكولات شيبس دي على الدقيق، وقلبته كويس، وحطيته بعد كده عجان طبيعي عادي. بس قعدت ازود يعني صراحه لما الاقي الحاجه لسه مش الشوكولات مش كتير، كنت بحط زياده شويه زي دي بقى متروكه لي. وفي بيحطوا اللي هي الشوكولاته الطبخ العاديه، بنقطعها، بنبشرها او بنقطعها حتت مش كبيره أوي ولا صغيره أوي يعني، وبرضو نعجنها مع العجينه بتبقى حلوه قوي. في بنحط بدل الدقيق كله، بنحط شوية، نقص شوية من الدقيق ونحط عليه اللي هو الكاكاو الخام الأسباني، عشان يبقى الكوكيز غامق، يعني يبقى لونه زي البني. بس أنا بحب أوي الكوكيز الفاتح. طبعا هو حطيت انا المقادير، بس انا هنا عملت نص الكميات، كله كميات. وانا صراحة بحب قوي المقادير بالوزن، لان الوزن احسن من الكوباية، لان الكوباية بتختلف من حد لحد. فانك تعملي بالوزن ده احسن حاجة صراحة يعني. اول شوكولاتة شيبس ده اللي انا وريته لكم، انا بحطه على الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وبقلبه كويس. وبعدين احطه على المكونات اللي السايلة لما اضربها. انا زي ما قلت لكم انا عملت نص الكميات. الزبدة يستحسن طبعا تبقى في درجة حرارة الغرفة يعني، او المطبخ يعني، بتبقى طرية عشان تعرف تتضرب كويس. لان هي الساقعة بتبقى الضرب بتاعها صعب جدا في المضرب، بيتلف في المضرب وبتبوظ. فاحنا بنعملها كده. وممكن بقى بعد ما تخلصي تحطيها شوية في التلاجة قبل ما تبتدي تشكليها عشان تعرفي تمسكيها. وهي اصلا العجينة بتاعتها بتبقى يعني بتلزق كده في الايد، يعني مش عجينة سايبة بتسيب من ايدك، لا، بتبقى اصلا عجينة بتلزق في الايد. فيعني لو لقيتي العجينة
بتلزق في الايد كده، فما تحسبيش انها بايظه يعني. تقدري تحطي دقيق، تحطي دقيق لحد ما الدقيق يا العجينه تنشف. لا احنا بنحطها عادي، بتبقى العجينه بتلزق يعني. وانا حبيت اسيب لكم الطريقه، في الطريقه دي بالذات الفيديو ما سرعهوش عشان خاطر تشوفوا يعني الضرب بيوصل لحد فين، المقادير انا عملت فيها ايه وبس. وبعد كده احنا طبعا بنكونوا مسخنين الفرن على درجة 180. بنحط بحطها انا في الشبكة، بس انا عشان خاطر الفرن بتاعي حامي شوية من تحت، فانا برفع الشبكة فوق خالص. بس لو انت عايزة تعمليها في النص تكون ضامنة ان اللي هو البوتاجاز بتاعك كويس تمام، حطيه في النص. لكن لو البوتاجاز بتاعك بيحمر من تحت قبل ما تستوي، فاحنا بنرفع الشبكة لفوق، للدرجة اللي فوق. وبتحطيه في بتعملي الكوكيز يعني، وبتحطيها في الصينية دي في 180 درجة لمدة يعني 15 دقيقة. انا بصراحة بحطها ب15 دقيقة برضو، ده حسب الفرن بتاعك. انت بتلاقيها لونها من تحت ابتدى يحمر شوية، من فوق يعني ما تبقاش طبعا حمرا، تبقى بيضة يعني، بتبقى بيضة. بس هي مادام ابتدت تحمر من تحت بتبقى خلاص ابتدت تستوي. انا هو حطيت الكمية اللي انا كنت عاملاها، قلت لكم قبل ما اصور على الكمية التانية عشان خاطر انا كنت عاملاها ونسيت اصورها، فعملت نص كمية كده عشان خاطر اصورها لكم. بنحطها بقى بتبقى طرية على فكرة. الكوكيز بتطلع من الفرن بتبقى طرية، شايفين هي بتلزق ازاي في ايدي. انا طبعا اول واحدة عملتها بايدي كده وهي ملزقة، بعد كده رحت غسلت ايدي ونضفتها وكده وسبتها في التلاجة شوية، فطلع طبعا مش مفركش قوي كده يعني. بس انا كنت بعمل ده عشان اوريها لكم. وبنبعد كده بعيد عن بعض لانه بيفرش، وبنطلعها طرية عادي وبتحطيها في العلبة وتغطيها. هي شوية بعد شوية الطري ده يعني بيبقى كويس وبتبقى حلوة يعني، مبتبقاش ناشفة قوي. لكن لو سبتيها تنشف في الفرن بتطلع بقى طبعا يعني ناشفة جدا، وبتبقى عاملة شبه البسكوت، فمبتبقاش يعني الكوكيز اللي احنا عارفينها يعني. وطبعا بتبقى طعمها في منتهى الجمال، ورخيصة جدا عن انك تشتري كوكيز من بره، لان الكوكيز غالية 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 يعني. فطبعا انا عملت كمية كبيرة وكانت علبة كبيرة، وكانت طبعا التكلفة بتاعتها مش زي طبعا خالص ما نجيبه من بره. وطبعا جربيها هتعجبك جدا، وبتبقى حاجة حلوة أوي بتعجب الأولاد جدا يعني. شايفين دي كمان احمرت مني شوية لأن أنا بحبها كده. دي بقى اللي أنا طلعتهم، وجربيها وهتعجب ولادك. وكل الكمية دي عملناها بالمقدار الواحد، وبالهنا والشفا، وإن شاء الله تعجبكم. ومتنسيش تشتركي في القناة وتدوسي لايك وتدوسي زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله.